السلام عليكم، عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ منورين. انا منوره مش مشكله. هنعمل كشري النهارده. لمي اي حاجه عندك في المطبخ وتعالي، اي كاس اي حاجه تعالي. يلا معانا هنا كيلو من المكرونه، معانا شعريه، اللي عندك اللي موجود عندك لميه وتعالي. يلا معانا العيش هنا هنحمره في الفرن. ممكن تحمصيه في الزيت زي ما انت حابه، بس انا بحطه كده. بصي حبه فرشه كده معاكي، ولو عندك بقى ايه اي بخاخه كده بتحطي فيها زيت، ادهني كده ودخليه الفرن، هيطلع متحمص وزي الفل. احسن مهما تحطي كده الزيت عمره ما ياخد كميه الزيت اللي هتحمري فيها العيش. هدخله الفرن واحمصه وارجع لكم واحنا بنقطع البصل. بقول لكم ايه، انا فاشله في تقطيع البصل، انا بعترف. ماشي، الشاطره في تقطيع البصل تبقى تكتب لي في التعليقات، لان انا بطيئه في تقطيع البصل، فانا ما رضيتش اجيب لكم وانا بقطع البصل كله. تمام، انت هتقطعي البصل كده حلقات كده خفيفه على قد ما تقدري، بقى تخففي مالكيش دعوه بيا. تمام، حمصنا العيش. بصي القرمشه حلو جدا. معانا هنا معلقه ملح، معلقه كمون، واديله رشه كده. تمام، هنسيبه يبرد بعد كده نحطه في الطبق. وهنا البصل كنا قطعناه شرايح، بس مش عايزه اطول عليكم الفيديو طبعا. معلقه دقيق، وهنديله تقريبه كويسه وهننزله في الزيت مع بعض. هنا معانا المكرونه بتتسلق خلاص. احنا قلنا معانا كيلو مكرونه مع كيس مكرونه سباكيتي. تمام، وانا معانا الزيت ده هنعمل فيه كل حاجه، هنعمل فيه الرز وهنعمل فيه البصل. هنا هننزل البصل، ما تقلبيش اول ما تنزليه، سيبيه شويه وبعد كده افضلي قلبي فيه. تمام، ده الورد بتاعنا. الزيت ده هنحمر فيه الرز والشعريه وهنعمل فيه كل حاجه. ادي الورد بتاعنا، احنا مش عايزينه يبقى اغمق من كده، هو كده زي الفل. تمام، هنعمل الرز هنا، وده الزيت اللي احنا حمرنا فيه البصل. خلاص معانا حبه اهو دول كده للرز، وده هنصفيه برضو علشان نعمل فيه الصلصه بتاعه المكرونه. هو الرز ده رز الكشري طبعا. تخلي كميه الشعريه حبه حلوين. هننزل حبه شعريه تاني، بتبقى طعمها حلو لما الشعريه بتبقى كتيره. تمام، وهنا هننزل بنفس الزيت اللي احنا حمرنا فيه البصل. بقيت البصل بتاع الصلصه. يعني البصل كده كان خلاص. تمام، هننزل بمعلقتين من الصلصه، بعد كده هننزل بحبه الصلصه الحلوين دول. الطماطم دي ضربها في الخلاط ونصفيها. تمام، تضربيها وهتصفيها بالمصفى. وهنا كده معانا الشعريه بتاعت الرز. هننزل الرز نحمره ونرجع لكم تاني. اتحمرت معانا هنا الشعريه دي، يعني يعتبر نص كيلو مثلا، هو نص. ودول 3 كوبايات رز، يعني كيلو الا ربع رز. تقليبه حلوه كده. ومعانا الكاس الميه سخنه، ودي معلقه ماجي مع معلقه ملح. هننزل بالميه السخنه. دوقي بقى بعد ما تحطي الميه، دوقي الملح بتاعه، شوفي الملح بتاعه مظبوط ولا لا. كده الميه زي الفل. في ناس بتعمل الكشري كله في حله واحده، الصراحه انا ما بقتنعش بيه. وكل واحد وليه ذوق وليه طريقه في الاكل، بس هو كل حاجه لوحدها كده بتبقى طعمه حلو جدا. بصي جمال الرز، قربي منه. بصي مفلفل وجميل ازاي. وادي المكرونه. تعالوا بقى معانا، علي هيعمل معانا الدقه.
توم مفروم. معانا هنا بقى لون معلقه شطه وكمون كزبره فلفل اسود. تمام. هنا دول 5 ليمونات عصريهم كويس هننزل بيهم. معلقتين خل كده. الدقه بقت جاهزه معانا. والله ريحتها تحفه. ننزلها هنا كده في الطاجن عشان بس انا مش فاهمه انا جايبه الطبق ده كبير قوي كده ليه، بس يلا معانا بقى. تعالوا بقى نعمل طبق كشري مع بعض. ادي طبق الكشري بتاعنا. ايه علي رايك؟ بصي يعني هنعمل ده وناكل مع بعض. معانا الرز. ايه رايك يا علي؟ بص الجمال والحلاوه. تمام. معانا هنا كميه حلوه مع معلقه صلصه. قربي منه. شفتوا ايه الحلاوه والجمال، لونه احمر. احلى طبق كشري ممكن تاكليه. طبعا نظافه انت مطمنه. هنا معلقه حمص، معلقه عدس. بصي برضه. ايه رايك يا علي؟ ايه رايك؟ ودي شطه الزيت. طبعا هي حاميه جدا جدا، احنا مش هنحط اكيد طبعا، ماشي اللي حابب يحط يحط. معلقه خل جميله كده. هناكل انا وانت يا علي دلوقتي، خلي بالك. بص بقى العيش وحلاوه. ايه رايك يا علي؟ تعالى ندوق. دوق انت الاول. ايه رايك؟ روعه. الله الله بجد تحفه. بألف هنا وشفا. كل اللي هيعمل الكشري بالطريقه دي مش هيبطل يعمله. حلو جدا جدا. واعملوا لايك واشتركوا في القناه، واللي مش هيشترك في القناه انا هعرف. باي باي.